تخيل معايا 20 مليون دولار ذهب خالص بيتحطوا في مخزن عادي جدا. مفيش حراسة مسلحة، مفيش أسلاك شيكة، مفيش خزانة حديدية ضخمة. كل اللي بيحمل الكنز ده ورقة واحدة بس، وفيلة واحدة، وورقة مزورة من غير رصاصة ولا كسر باب، بتخلي الذهب ده كله يتبخر، يختفي، يتسرق. ومحدش كان عارف راح فين، محدش عرف مين اللي سرقه. ولحد اللحظة بعد أكتر من 3 سنين الغموض لسه موجود في القضية دي مش حدوتة، دي حكاية 100% حصلت في كندا سنة 2023. واسمعوا التفاصيل اللي هتخليكم مش مصدقين اللي بيحصل. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعل. في يوم الاثنين اللي كان موافق 17 ابريل سنة 2023 كان في طيارة من نوع بوينغ 7077 كانت تابعة لشركة اير كندا، وكان رقم الرحلة AC 880. كانت طالعة من مدينة زيورخ في سويسرا. الطيارة نزلت مطار تورانو بيرسون ايربورت الموجود في كندا. الساعة تقريبا كانت 4 إلا شوية العصر. الطيارة دي كان معاها أكتر من 300 راكب، بس الركاب ما كانوش أغلى حاجة على متن الطيارة، لأن في عنبر الطيارة كان موجود حاوية معدنية مكفولة كان جواها 6600 سبيكة ذهب خالص، ووزنها الإجمالي كان حوالي 400 كيلو جرام. نقاوة الذهب دي كانت 4 تسعات، يعني الذهب كان نقي بنسبة 99.99%. قيمة الذهب ده وقتها كانت بتقدر ب20 مليون دولار كندي، يعني قرابة 15 مليون دولار أمريكي. مع الذهب ده كان في كاش بعملات مختلفة، عملات أجنبية. كانت قيمة العملات الأجنبية دي المختلفة حوالي 2 مليون ونص دولار كندي. الذهب ده كان جاي من مصفاة سويسرية، وكان رايح لخزينة بنك في كندا، وكان متفقين مع شركة أمن خاصة اسمها برينكس عشان تأمن الشحنة وتنقلها. دي شركة عالمية متخصصة في نقل الأموال والمعادن النفيسة، وكانت هي المسؤولة عن استلام الشحنة من المطار وتوصيلها لخزينة البنك في سلام. وبس السؤال هنا، ازاي كنز ب20 مليون دولار كندي اتعامل زي اي طرد عادي؟ والسؤال ده هو اهم سؤال في الحكاية كلها. وعشان نفهمه لازم نفهم ازاي بيشتغل نظام الشحن في المطارات الكبيرة، لان مطار بيرسون مش زي اي مطار عادي. ده واحد من اكبر 30 مطار شحن في العالم، وبيستحوذ لوحده على 45% من حركة الشحن الجوي في كندا كلها. وعنده 3 منشآت شحن رئيسية فيهم أكتر من 240 باب تحميل شاحنات، ومساحة مخازن توصل ل1,200,000 قدم مربع، يعني آلاف الشحنات بتدخل وتخرج من المطار ده بشكل يومي. ومفيش حد يقدر يحرس كل شحنة بجيش من الحراسات، لأن النظام كله قايم على حاجة واحدة أساسية، هي الورق. الورق، لأن لما الطيارة بتنزل الشحنة بتنزل لمخزن مؤقت، وده حسب الإجراءات العادية، يعني بتتعامل زي أي شحنة تانية. من ناحية الحركة، شركة النقل المرخصة اللي هي برينكس المفروض تستلم الشحنة ومعاها ورقة رسمية اسمها بوليصة الشحن الجوي، والموظف المسؤول بيقارن بوليصة الشحن مع البيانات المسجلة عنده، ولو الاتنين مطابقين بيسلم الشحنة بدون أي تعقيد. يعني مفيش مكالمات تأكيد ومفيش أي تفتيش إضافي. وفي حاجة مهمة كمان، هي أن المخزن اللي كانت فيه الشحنة كان متأجر لشركة خاصة، وكان موجود في منطقة بيسموها الجانب العام في المطار، يعني برا الخط الأمني اللي بديله سلطات المطار بشكل مباشر. يعني كان مستوى المراقبة والحراسات هناك أقل بكتير. ضابط سابق برتبة نائب مفوض في الشرطة الفيدرالية الكندية اتكلم بعد الحادثة، قال بوضوح أن اللي حصل ده خرق في البروتوكول، لأن الشحنات من النوع ده المفروض لها إرشادات صارمة. يعني باختصار الموضوع ما كانش إهمال عشوائي، كان مقصود، وكانت ثغرة حقيقية واضحة، لأن التحقق النهائي من هوية اللي بياخد الشحنة ويطلع بيها كان بيعتمد على ورقة بس، وده اللي استغله اللصوص. أما الليلة اللي اختفى فيها الذهب كانت حوالي الساعة 6:32 بالمساء، يعني بعد نزول الطيارة بساعتين ونص تقريبا. حاوية الذهب فعلا اتنقلت من الطيارة للمستودع المؤقت، والمفروض تقعد في المخزن المؤقت لغاية ما تيجي شركة برينكس تستلمها بالورق الرسمي. بس في نفس الليلة حصل المحدش كان متوقع. ظهر سواق شاحنة بيقود شاحنة الساعة بتاعتها تقريبا 5 أطنان، ومعاه بوليصة شحن جوي، يعني معاه ورقة رسمية وطبقة لبوليصة الشحن بتاعت شركة اير كندا. الموظف المسؤول شاف الورقة دي وبدوره طبقها بالبيانات، لقاها فعلا سليمة شكلا، فسلم الشحنة
من غير أي شك. واتضح بعدين إن الورقة دي ما كانتش جديدة خالص، دي في الأصل كانت بوليسة شحن تانية، شحنة أسماك كانت وصلت واتسلمت بشكل عادي في اليوم اللي كان قبل العملية. حد قام طبعها من نفس نظام طباعة شركة إير كندا الداخلي، وغير فيها البيانات وحط تفاصيل شحنة ذهب بدل تفاصيل شحنة الأسماك. يعني شكل الورقة كان أصلي 100%، بس محتوى الورقة كان مزور بالكامل. وده اللي بيوضح المنطق ورا الجريمة دي، لأن عشان تزور ورقة بالدقة دي لازم يكون عندك دخول لنظام إير كندا الداخلي، لازم تكون عارف شكل البوليصات الرسمية وأختامها، كمان لازم تكون عارف ميعاد وصول شحنة الذهب بالتحديد. يعني الجريمة دي ما كانتش ممكن تحصل من غير حد جوا شركة إير كندا نفسها. المهم الشاحنة أخذت حاوية الذهب وخرجت من بوابة المطار ومشت على طريق سريع اسمه الطريق 401، وبعدين خرجت من الطريق ده عند مخرج منطقة اسمها ميلتون، وبعدها اتجهت شمالا لمنطقة جبلية فيها بساتين ومزارع. المنطقة دي اسمها منطقة نياجرا، وهناك اختفت الشحنة تماما، مفيش كاميرات صورتها تاني، مفيش أثر، وكأن الأرض بلعتها. والصباح يوم الثاني من السرقة اللي كان موافق يوم الثلاث 18 أبريل جت شركة برينكس عشان تستلم الشحنة زي المتفق عليه بشكل طبيعي. موظف المستودع قال لهم حاجة غريبة، قال لهم إن الشحنة اتسلمت بالفعل امبارح لسواق جاب بورقة رسمية. هنا السؤال المرعب، سلمتوها لمين؟ أكتر من 20 مليون دولار كندي ذهب وكاش اختفوا من واحد من أكتر المطارات ازدحاما في العالم، من غير ما حد يطلق رصاصة واحدة، من غير ما حد يكسر باب واحد. الشرطة المحلية شرطة منطقة بيل فتحت تحقيق فوري وسموه بكود سري مشروع 24 جرام تلميحا للنقود والذهب المسروقة. المحققين وصفوا الحادثة بعدين بأنها أكبر عملية سرقة ذهب في تاريخ كندا وسادس أكبر سرقة ذهب في تاريخ العالم الحديث. وطبعا بعد الحادثة المحققين بدأوا شغل ميداني ضخم، وزعوا فرق على أكثر من 225 بيت ومحل تجاري عشان يجمعوا أي تسجيلات كاميرات مراقبة ممكن تكون صورت الشحنة وهي معدية. وفعلا قدروا يتبعوا خط سير الشحنة لحد ما وصلت لمنطقة جبلية، وهناك الخط اتقطع تماما والموضوع نام. والشهور عدت والقضية فضلت واقفة تماما، محدش عنده أي خيط جديد لحد ما حصل اللي محدش كان بتخيله. في شهر سبتمبر من نفس السنة، يعني بعد الحادثة بحوالي 5 شهور، الشرطة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية كانت عاملة كمين روتيني جدا، وبسبب مخالفة مرورية بسيطة السواق حاول يهرب يجري على رجليه، لكن رجال الشرطة لحقوه وقبضوا عليه. لما فتحوا شنطة العربية اللي كان بيقودها ما لقوش ذهب، لكن لقوا حاجة تانية خالص صدمتهم. السواق ده كان اسمه تورانتي كينج ماكلين من مدينة برامتون في كندا، واتضح انه كان عايش في امريكا بشكل غير قانوني من فتره قريبه من وقت سرقه الذهب بالضبط، وده خلى المحققين يربطوا الخيط. الشرطه الكنديه قالت انهم مقتنعين ان كينج ماكلين هو نفسه اللي كان بيقود الشاحنه اللي سرقت الذهب من المطار، اللي طلعت من مستودع بيرسون محمله بالذهب والعملات الاجنبيه. يعني الكمين اللي كان المفروض عادي جدا وبسبب مخالفه مروريه كان في الحقيقه نقطه التحول اللي فتحت القضيه كلها من جديد. ومع مرور الوقت طلعت صورة معقدة جدا، شبكة منظمة بالكامل، مش مجرد شخصين أو 3. ومن أبرز الأسماء اللي ظهرت موظف سابق في إير كندا اسمه سمران بريت، عمره كان وقتها 33 سنة، كان من مدينة برامتون القريبة من تورونتو. المحققين قالوا إنه استخدم معرفته الداخلية بنظام شركة إير كندا عشان يحدد شحنة الذهب بالتحديد ويساعد في توجيه العملية. لكن بعد الحادثة الرجل ده سافر واختفى، تتبعوه لحد شقة مستأجرة قريبة من مدينة شاندجار في الهند، وفضل مطلوب بمذكرة قبض كندية سارية لحد اللحظة، عاوزينه يعني. وفي كمان موظف تاني مدير شحن في إير كندا اسمه برامبل، واتضح بعدين إنه دي مش المرة الأولى إن اسمه يرتبط بشبهة جنائية، لأن اسمه كان ظاهر في 3 تحقيقات مخدرات منفصلة جوا المطار في سنة 2008، وفي تقرير استخباراتي سري في سنة 2012 بيقول إنه كان بيقود عملية تهريب مخدرات دولية عن طريق المطار نفسه، ومع ذلك فضل شغال في الوظيفة بتاعته عادي جدا، وفضل معاه تصريحه الأمني لحد ما حصلت سرقة الذهب. يعني الثغرة ما كانتش في الورق بس، كانت كمان في نظام التصحيح الأمنية اللي سمح لموظف عليه شبهات موثقة من سنين إنه يفضل في منصب حساس جوا المطار
كمان ظهر اسم مدير سابق تاني في شركة إير كندا، كان استقال من شغله في الصيف اللي قبل الاعتقالات بشكل مباشر. الشبكة كمان كانت فيها صاحب شركة نقل كان اسمه أرشيت جروفر. السؤال اللي بيجي شغال في ذهن المحققين طول الوقت، الذهب راح فين؟ الشرطة عملت مداهمات على أماكن مختلفة، ولقوا جوا بعض البيوت أدوات سحر معدنية وقوالب تشكيل، وكانت مستخدمة على الأغلب عشان يغيروا شكل سبائك الذهب الأصلية، يعني يسهروها ويشكلوها تاني في هيئة تانية عشان محدش يقدر يتعرف عليها أو يربطها بالسرقة الأصلية. كمان لقوا ورقتين مكتوبين بالخط الإيد فيها توزيع أموال بقيمة توصل لحوالي 9 مليون دولار كندي، بيوضحوا إزاي اتقسمت الفلوس على أعضاء الشبكة. وفي قوائم تانية بتوضح توزيع مبالغ ضخمة، لكن الجزء الأكبر من الذهب فضل مفقود. المحققين قالوا أنهم بيرجحوا أن الذهب اتسهر بشكل كبير واتباع كسبائك عادية غير قابلة للتتبع، وبعد كده تحول لفلوس. وظهر خيط تاني مهم بيربط القضية بالهند. خبراء ومحللين قالوا أن غالبية الذهب المسروق مش مستبعد أنه تهرب برا كندا، وممكن يكون وصل فعلا للهند. وده بيفسر ليه بعض المتهمين الرئيسيين اختفوا وطلعوا موجودين في الهند. وفي يناير سنة 2026، يعني بعد الحادثة بحوالي 3 سنين، حصل تطور مهم جدا. راجل عمره 43 سنة هو أرسلان تشوردي نفسه اتقبض عليه في مطار بيسو لحظة ما نزل من طيارة جاية من دبي. تخيلوا الموضوع انه يرجع لنفس المطار اللي حصلت فيه الجريمة الأصلية. الشرطة قالت انه من أكثر الأشخاص المتورطين في القضية والتخطيط لها من البداية، لدرجة ان شركائه في الجريمة كانوا بيلقبوه بالزعيم الأكبر. اتضح كمان بعدين انه في يوم الحادثة نفسها كان عامل اكتر من 700 مكالمة ورسالة للمتهمين التانيين، يعني كان في تنسيق مستمر لحظة بلحظة. بعد شهور من القبض عليه واتحكم عليه بالسجن 4 سنين في محكمة مدنية في مدينة برامتون. وبعد مرور سنة عن الحادثة، الشرطة عملت مؤتمر صحفي وقالوا انهم لغاية دلوقتي ما استرجعوش غير جزء بسيط من الذهب بيقدروه بحوالي 90,000 دولار من أصل 20 مليون دولار، يعني أقل من نصف في المية من القيمة الإجمالية. الباقي كله اتسهر واتباع أو اتهرب برا البلد أو متخبي في مكان محدش يعرفه. 9 أشخاص اتقبض عليهم، لكن لسه في متهمين حربين، اللي من ضمنهم الموظف اللي المحققين بيقولوا إنه ساعد بمعلومات داخلية تحديد الشحنة. القضية بيجي فيها الآن مطالب رسمية بتسليم مجرمين بين الهند وكندا وتنسيق دبلوماسي بين الجهتين. كمان في تحقيقات صحفية حديثة كشفت كمان تفاصيل تانية مهمة، إن برامبل اللي كان عليه شبهات موثقة من سنة 2008 ما كانش الحالة الوحيدة. كان في موظفين تانيين جوا المطار كان عندهم تاريخ مشابه مع الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، واستمروا شغالين في مناصب حساسة برغم الشبهات اللي عليهم. الموضوع ده خلى جهات رسمية كندية تكون تحت ضغط كبير عشان تراجع منح التصريح الأمنية للعاملين في المطار. اللي يلفت النظر في الحكاية دي إنها مش زي أفلام هوليوود، مفيش مطاردات بسيارات، مفيش إطلاق نار. دي حكاية هادية جدا في تفاصيلها بس خطيرة جدا في النتائج بتاعتها. مجموعة أشخاص بعضهم موظفين وبعضهم سواقين وبعضهم أصحاب محلات مجوهرات قدروا يستغلوا نظام قائم على الثقة في الورق مش على التفتيش عشان يسرقوا أكبر كمية ذهب في تاريخ دولة كاملة. النهاردة في متهمين لسه هاربين، وفي ذهب بقيمة ملايين الدولارات لسه مفقود بلا أثر، وفي تحقيقات مستمرة بتكشف تفاصيل جديدة كل يوم. الحكاية دي مش مجرد حكاية سرقة الذهب، دي حكاية عن الثقة اللي ممكن تتحول لسلاح، عن ازاي جريمة واحدة ممكن تفتح ملفات جرائم تانية أكبر بكتير. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعل. واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة وربنا يحفظكم جميعا.